قلق كبير في الزمالك من غياب أحمد سيد زيزو عن مواجهة نهائي الكاس أمام الأهلي بعد تعرضه لإصابة قوية في أنقل القدم. خلاف كبير بين مسؤول الشركة الراعية لاتحاد الكرة ولجنة الحكام بسبب رغبة الشركة في إسناد المباراة لحكم أجنبي كبير، وفي نفس الوقت تمسك بريرة بإسناد المباراة لحكام مصريين. جماهير الأهلي والزمالك يتسببون في سقوط موقع هيئة الترفيه السعودية بسبب الضغط الرهيب على تذاكر نهائي كاس مصر التي طرحت خلال الساعات الماضية. شكوى محمد عبد المنعم من آلام شديدة في أسفل البطن يجبر مارسيل كولر على منح اللاعب راحة من المران اليوم، وفحص طبي غدا يحدد موقفه من مواجهة بلدية المحلة. عدم زوال الورم في العضلة الخلفية يعيق قيام ياسر إبراهيم بعمل أشعة الرنين، والسونار يؤكد وجود مزق في العضلة وحاجته لفترة طويلة للعلاج. وطبيب الأهلي يرفض التعجل وإعلان أي شيء إلا بعد إخضاعه لأشعة الرنين المغناطيسي غدا أو بعد غد، والتي ستحدد بشكل دقيق الإصابة. سيد عبد الحفيظ ينفي كل ما أثير عن تلقي عرض من ملاك نادي بيراميدز لقيادة النادي أو العمل في منصب مدير الكرة بعد فشل ممدوح عيد السمسار. كهربا يستعد لسداد الغرامة للزمالك خلال الأيام القليلة القادمة لإنهاء هذا الملف تماما للتركيز مع الأهلي. الحساب الرسمي للسفارة الفرنسية بالقاهرة يؤكد فخره الكبير بتواجد موديست في النادي الأهلي ويكرم اللاعب. مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي الشاب يتعرض لارتجاج في المخ وكسر بالأنف في مباراة فريق 2003 أمام الاتحاد السكندري. بعض العقلاء من جماهير الزمالك يحذرون من التضخيم في الفوز الخادع على بوسليم الليبي المنافس المتواضع في الكونفدرالية. عمر مرموش يواصل تألقه بالدوري الألماني ويسجل هدفه العاشر مع فرانكفورت ليتعادل لفريقه في الدقائق الأخيرة.